يعني امي لغايه ثالثه ثانوي كانت تيجي معايا الامتحان. يعني سوق الجمعه ننزل نبيع فيه السجاد، سوق الخميس ننزل نبيع فيه السجاد، سوق الحد كان في 3 اسواق رئيسيه بننزل نبيع فيها سجاد. اشتغلت حداد مسلح، ودي شغلانه قاسيه جدا قوي. لا على فكره سباك شاطر، والله سباك شاطر جدا. واحنا كنا بقالنا فتره كبيره بنقول يا جماعه احنا لازم السلطه تقعد معانا، احنا في وادي وهم في وادي. اعتقد ان المشهد تغير بتغير شخصيات هامه في البلد. يعني التعاطي مع هذا الملف تغير، لم يفعلوا شيء، لكن انا بتكلم على ناس قالوا كلمتين ما جوش على هوا السلطه. انا شخصيا ممكن مختلف معاهم، يعني انا شخصيا ممكن مختلف معاهم مع الكلام اللي بيتقال ده، لكن هل الكلمتين دول يستاهلوا عليهم ان احنا نعاقبهم كل هذا العقاب؟ طب هل الكلمتين دول يستاهلوا نعاقب اهلهم بقى كمان؟ يعني الاهالي كمان متضرره بشكل مبالغ فيه.